مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ شكو ماكو؟ شكرا على كل الكلام والمباركات اللي دزيتوا لي اياها وكلامكم الحلو. كلش مفرحني بصراحة. من اول ما نزلت اغنيتي الى البارحة فوز جودي باحلى صوت ببرنامج ذا فويس. شكرا، تستاهل جودي، من الاصوات اللي تستاهلوا بصراحة. كل اللي شاركوا ذا فويس كانوا من احلى الاصوات اللي سمعتها بصراحة على مرور هواي برامج، يعني كانوا شباب موهوبين. اتمنى لهم كلهم الموفقية، واكيد ابارك الجودي هذا الفوز المستحق، وان شاء الله الله يوفقها بالايام القادمة. بس حابة اوضح شغلة بسيطة الناس متخربطة بيها. احنا ذا فويس كله كان مسجل، كل الحلقات اللي شفتوها من اول حلقة الى اخر حلقة كانت حلقات مسجلة، واخر حلقة تسجلت بالسيناريو التالي انه كل مشترك يتصور على انه الفائز، وبعدين ينعرض مشهد الفائز الحقيقي حسب تصويت الجمهور، ويطلعون المشهد مالته انه هو اللي فاز. فاللي شفتوه مو تمثيل، لانه بالنهاية احنا ما نعرف من راح يفوز، فاحنا لازم نصور ردة فعلنا الحقيقية. يعني احنا عشنا اللحظة لما قالوا اسم جودي، انا وجودي عشناها كأنه احنا صدق فزنا، واحمد نفس الشيء، ونصيف نفس الشيء، لانه ما نعرف احنا منو راح يفوز حسب تصويت الجمهور، فلازم ردة فعلنا تكون حقيقية. فعشنا اللحظة انه ممكن اي واحد من عندنا فريقه يفوز، فانبسطنا وفرحنا واحتفلنا، واللي اجى تصويته اعلى شيء انعرض مشهده انه هو الفائز. وهذا السيناريو مو اول مرة يصير، هذا السيناريو معمول باغلب الدول الاجنبية، باستراليا، بيوروب. برنامج ذا فويس مثل ما تعرفون برنامج عالمي، وفي منه كذا فيرجن. احنا اخذنا الفيرجن الاجنبي اللي هو حلقات مسجلة، لانه في هواية فنانين والكرو العمل والاستوديوهات احيانا تكون عندها وقت محدد تقدر تصور به، واكو فنانين، ويعني احنا فنانين عندنا التزامات، ما كنا نقدر نرتبط طول هذا الوقت بالبرنامج ونصوره لايف. على مود هيجي كانت الحل الانسب انه البرنامج يتسجل. فارجوكم لا تشككون بمصداقية التصويت، ولا بمصداقية الفائز، لانه ولا مصداقية MBC،